السلام عليكم. يلا بينا نبدا حصتنا. احنا بدانا مع بعض المره اللي فاتت يونت 4، خلصنا منه الجزء الاول. عايزين نخلص النهارده يونت 4 الجزء الثاني. ركزوا بقى معايا. طب سامي اللي معايا بقى. المره اللي فاتت احنا اتكلمنا على السجستشن او على الاقتراح. النهارده عايزين نتكلم على حاجه خفيفه كده بتاع 10 15 فعل. جميل، حاجه خفيفه خالص اللي هي ايه؟ المودال فيربس. ايه يا مستر المودال فيربس دي؟ الافعال الناقصه اللي موجوده عند سعادتك في الانجليزي. ودي سعادتك المفروض عدت عليك من اول ابتدائي. كل واحده فيهم بيكون لها استخدام معين. انت خدتهم قبل كده اللي هم كان وكنت ويل وود شال وشود ومي ومايت وماست. جميل، وهاف تو هاز تو اول تو الكلام ده كله. احنا عايزين نتكلم على كل واحده منهم احنا بنستخدمها في ايه. تعالى نتكلم اول حاجه كده. لو سعادتك عاوز تعبر عن الادفايس، عايز تعبر عن النصيحه. لما تيجي تدي لحد نصيحه، انت لقيت حد صاحبك تعبان وعايز تقول له انت مريض نفسي شوف لك دكتور، تقول له الكلام ده ازاي تقول له روح اكشف. عشان سعادتك تعبر عن النصيحه تستخدم كلمه جميله اسمها شود. معناها ايه شود يا مستر؟ معناها يجب. عايزك تعرف بقى ان كل الافعال اللي احنا هنستخدمها النهارده، كل المودال فيربس كلها بيجي وراها الفعل في الايه؟ في المصدر. كلها بيجي وراها الفعل في المصدر. طيب عايز اعرفك حاجه جميله. اي فعل ناقص حضرتك هنتكلم عليه النهارده منهم كلهم، لو لقيت جاي وراه فعل في المصدر فده معناه ان الفعل ده انا هستخدمه في المضارع. طيب مستر لو انا لقيت ان الفعل ده نفسه جاي وراه هاف والتصريف الثالث، دي بنسميها الصيغه التامه، وعايزك تاكد عليها عشان دي هنرجع نتكلم عليها تاني بالتفصيل الترم الثاني في الوحده التامه. طيب لو انا لقيت الفعل الناقص هاف والتصريف الثالث يبقى احنا كده في الماضي. الكلام ده صح؟ يبقى الفعل الناقص بتاع النهارده لو جاي وراه مصدر يبقى احنا فين؟ في المضارع. طب لو جاي وراه هاف والتصريف الثالث يبقى احنا فين؟ في الماضي. تمام؟ طيب مستر لو نفس الفعل الناقص ده مبني للمجهول، حد يعرف نعمل ايه؟ احنا عارفين ان المبني للمجهول بيكون عباره عن مفعول وبعد كده بحط الزمن او الفعل الناقص اللي عندي، وقلنا اي مجهول في الدنيا لازم يكون فيه حاجتين، فيرب تو بي والتصريف الكام؟ الثالث. طيب الفعل الناقص انت قلت لي بيجي وراها مصدر صح؟ طيب المصدر من فيرب تو بي بي، يبقى في حاله المجهول هيكون جاي وراه بي والتصريف الايه؟ الثالث، يبقى ده كده المجهول. ده صعب. طيب لو احنا مستر في الماضي مش هو بيجي وراه هاف صح؟ هنحط كلمه هاف. طب وبعدين انت قلت لي لازم احط وراه فيرب تو بي صح؟ حد عارف بقى الفيرب تو بي التصريف الثالث من فيرب تو بي ايه؟ بين. يبقى هو بيجي وراه هاف بين وبعد كده نرجع نحط التصريف الكام؟ الثالث. يبقى لو حضرتك دلوقتي لقيت وراه مصدر يبقى دي كده جمله معلوم، الجمله هنا بادئه بفاعل. حلو كده؟ واحنا فين؟ في المضارع. طب نفس الكلام لو لقيت وراه هاف والتصريف الثالث يبقى الجمله بادئه بفاعل، يبقى دي كده جمله معلوم. طب لو انا لقيت وراه بي والتصريف الثالث يبقى احنا في المجهول فين؟ في المضارع. لقيت وراه هاف بي والتصريف الثالث يبقى احنا في المجهول فين؟ في الماضي. الكلام ده صعب. دي هتلخص لك جزء كبير من اللي جاي. يبقى ساعتها دلوقتي كلمه شود الاولى اللي احنا بنتكلم عليها دي هيجي وراها الفعل في الايه؟ في المصدر. طيب فانا لو عايز ادي لحد نصيحه، عايز اقول له شوف دكتور، فاقول له ايه؟ اقول له يو شود، يجب عليك سي يا دكتور ان انت تشوف دكتور. ده صعب. في حاجه مش مفهومه؟ طيب لو انا عايز اجيب النفي بتاعها بقى، عايز اقول لا يجب، ما ينفعش ان انت تعمل كذا، بدل شود هتبقى شودنت، وبرضه بيجي وراها فعل في الايه؟ في المصدر. فلو انا عايز اكلم حد مثلا واقول له لا يجب ان انت تسهر لوقت متاخر، هقول له ايه بقى؟ هقول له يو شودنت. حد يعرف يعني ايه كلمه يسهر؟ قلناها الحصه اللي فاتت في الاقتراح. ستي اب ليت، لا يجب ان انت تسهر. ولو انا عايز اقول له تسهر بالليل يبقى ات نايت، في الليل. ده صعب. في حاجه مش مفهومه؟ طيب لو حضرتك اللي جاي تسالني بقى عاوز تقول لي هل يجب، لو انا عايز اقول هل يجب اقولها ازاي؟ ايوه احنا اتفقنا قبل كده، انا قلت لك خلي بالك الانجليزي ما فيهوش كلمه اسمها هل.
الانجليزي ما فيهوش كلمه اسمها هل. امال هل دي بتيجي منين؟ من الفعل المساعد او الفعل الناقص اللي انت بتسال بيه. بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي كلمه شود معناها يجب، صح؟ لو انا بدات بيها السؤال بقى معناها هل يجب، كان يستطيع. لو بدات بيها السؤال يبقى هل يستطيع، وهكذا. كلام صح؟ فانا كل اللي انا هعمله ان انا هعمل مقص. يعني بدل ما كان الفاعل وبعد كده شود، لا انا هبدا بكلمه ايه؟ شود وبعد كده الفاعل وبعد كده التصريف الايه؟ لا سوري، التصريف ده تردوا معايا يعني. الفعل في الايه؟ في المصدر. تمام؟ طيب فانا دلوقتي لو انا اللي عايز اطلب النصيحه، عايز اقول لك هل يجب ان انا ازور الطبيب، اروح لدكتور؟ فهقول لك should I see a doctor؟ فطبعا هيقول لي يا اما يس يو شود يا اما نو يو شود. الكلام ده صعب. طيب عايز افهمك بقى ان في كلمه بتساوي كلمه شود بالظبط، اسمها برضه يجب ان او ينبغي ان، اللي هي كلمه ايه يا مستر؟ ought to. كلمه ought to دي بتساوي كلمه ايه؟ شود. الاثنين معناهم يجب او ينبغي ان. يبقى انا دلوقتي ممكن اشيل، او بدل ما اقول له يو شود اقول له يو ought to see a doctor. طيب النفي بتاعها بقى حد يعرفه؟ كل اللي انا هعمله زي ما عملت مع كلمه شود، هعمل ايه مع ought؟ هخليها ought not، يبقى oughtn't to. ده صعب. طيب لو انا عايز اسال نفس السؤال اهو، هبدا بكلمه ought، اعمل برضه مقص، بس خلي بالك هنا بقى انت هتحط ought وبعد كده الفاعل وبعد كده مش هي ناقصها كلمه to، هتحط to see، to المصدر. كلام صعب. فاهمين الحته دي؟ طيب لو انا دلوقتي بقى طلبت من هنا، انا كنت بكلمها بقول لها you should، يجب عليك take your medicine، ان انت تاخدي الدواء بتاعك. حلو؟ وطلبت منك تبنيها للمجهول. احنا اتفقنا مع بعض الفعل الناقص الجميل بيجي وراه مصدر، صح؟ يبقى انا لو بدات بالمفعول اجيبه في المجهول وراها بي والتصريف الكام؟ التالت. يبقى انا دلوقتي لو بدات بالمفعول اللي هو your medicine، الدواء بتاعك. your medicine. حلو. حط بقى الفعل الناقص اللي هو كلمه ايه؟ شود. ادي شود اهي، واحنا بنزود بعدها كلمه بي، يبقى شود بي. عارفه التصريف الثالث من تيك ياخذ؟ تيكن، صح؟ الله ينور عليك. الكلام ده صعب، في حاجه مش مفهومه. طيب حد فيكم يعرف يستنتج لي في الماضي شكل النصيحه يكون عامل ازاي؟ احنا هنبدا بالفعل وبعد كده عندي كلمه اسمها شود وكلمه ثانيه اسمها شودنت. احنا اتفقنا في الماضي شكلها بيكون عامل ازاي؟ هاف والتصريف الايه؟ التالت. يبقى انا كل اللي انا هعمله ورا كلمه شود هحط كلمه هاف والتصريف التالت. طيب شودنت هاف والتصريف التالت. الكلام ده صعب. طيب نزود حته صغنطوطه اللي احنا لسه قايلينها من شويه، احنا اتفقنا ان شود كانت بتساوي كلمه اوت تو، يبقى انا ممكن اشيل شود واحط بدلها اوت تو هاف والتصريف الثاني. نفس الكلام شود انت تبقى اوتد تو هاف والتصريف الثاني. ده صعب. طيب المعنى ايه يا مستر بتاعها؟ لو انت قلت شود هاف والتصريف الثالث فده معناه كان المفروض، بس ايه؟ ما حصلش. لكن لو قلت شودنت هاف والتصريف الثالث ما كانش المفروض تعمل كذا بس حصل، بس انت عملته. مش فاهم منك اي حاجه. لا اتعمل العكس اللي انت ايه؟ اتعمل العكس اللي بيتقال. عامل العكس؟ اتعمل العكس اللي بيتقال. ايه؟ اتعمل عكس اللي بيتقال؟ انا حاسس ان انت صح بس انا مش عارف انت بتقول ايه. المهم حضرتك دلوقتي انا جيت كلمتك هتفهمها دلوقتي. بقول لك يو مست ذا باص، انت فوتت الاتوبيس. حلو كده؟ عايز اقول لك بقى فوتت الاتوبيس، عايز اقول لك كان المفروض تصحى بدري بس انت ما صحيتش، اتعمل عكس الليل. جميل؟ طب عايز اقول لك ما كانش المفروض تسهر لوقت متاخر، يبقى انت سهرت. اقول بقى الكلام ده ازاي؟ مين يمشي معايا كده ويقول لي وهساعدك؟ صدقني هساعدك. يلا بينا. يلا هاجر تعرفي تقولي لي كان المفروض تصحى بدري؟ انا بكلمك فاقول لك ايه؟ ايوه يو. كلمه بقى كان المفروض اللي هي انا واحده شود هاف، تمام؟ فهقول لك يو شود
هاف. عايزين بقى التصريف الثالث من كلمه جيت اب يا ستايكس. جيت جوت يبقى طبعا ايه؟ هاف جوت اب ايرلي. ده صعب. طيب خش كده بينا، تعرف تقول لي ما كانش المفروض تسهر لوقت متاخر؟ يو حلو. شدنت ايوه ايوه. جود لا كنت يصحى بقى. ماشي. لكن كلمه يسهر احنا كتبناها هنا من شويه اهو، اللي هو كلمه ستي اب ليت. ماشي. ستي ده فعل منتظم، الماضي منه ايه؟ ازود له ايه؟ اي دي. يبقى كلمه ستي هتبقى ستيت اب ليت ات نايت. يبقى الجمله الاولى معناها ان انت كان المفروض تصحى بدري بس انت ما صحيتش. طب الثانيه ما كانش المفروض تسهر بس انت سهرت. اتفهمت؟ الكلام لحد هنا صعب. يبقى احنا كده اتكلمنا على اول نوع اللي هو كلمه شد. طيب احنا عايزين نعمل حاجه جميله دلوقتي، ان احنا نعمل ايه؟ نحط قدامنا شويه الافعال كده، كان وكنت وشال وشد ومي ومايت وويل وود وبقى ليه ماست ومعاهم هاف ونيد تو وهاز ونيدز تو. دول اللي احنا عايزين نتكلم عنهم النهارده. بس كده. كل ما نتكلم على واحده هنشطب عليها. احنا اتكلمنا عليه دلوقتي على شويه. طب اقول لك على حاجه، احنا اصلا اتكلمنا على كلمه ويل في المستقبل في يونت 3 صح؟ فمش عايزين نتكلم عليها. وكلمه وود هناخدها بالتفصيل الترم الجاي، فبرضه مش هنتكلم عنها النهارده. طيب تعالى بقى نتكلم على كلمه ماست كده بسرعه. تاني حاجه عايزين نتكلم عليها دلوقتي، لما تكون حضرتك احنا فهمنا دلوقتي ان كلمه شود وشودنت انا بعبر بيها عن النصيحه. خلي بالك بقى ان النصيحه بتاعت سعادتك دي ممكن تكون انا بقدم لك النصيحه زي ما انا جيت قلت لك دلوقتي لازم تروح تشوف دكتور، او يجب ان انت تروح تشوف دكتور، او انت جاي تطلب مني النصيحه صح كده؟ فانا انت اللي جاي تقول لي هل يجب ان انا اذهب للطبيب؟ تمام؟ طب انا ممكن اعبر عن رايي او استخدمها في الاقتراح، اقول لك مثلا عشان تكون لائق بدنيا يجب ان انت تلتحق بنادي رياضي. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بعبر عن رايي او بقترح عليك حاجه. جميل؟ يبقى انا استخدم شود في حاله الراي او الاقتراح. كلام صعب. طيب تاني حاجه بقى، لو حضرتك دلوقتي عاوز تعبر عن حاجه اسمها الاوبليجيشن. ايه يا مستر الاوبليجيشن ده؟ الالزام. يعني ايه يا مستر الزام؟ يعني حضرتك هنا بقى مش بتدي لواحد صاحبك نصيحه، ده انت هنا عندك قانون، انت عندك امر، عندك عقاب. يعني حاجه دلوقتي انا اللي معايا السلطه وبقول لك يجب ان انت تلبس يونيفورم المدرسه، لازم تعمل الواجب، يجب ان انت تتبع قوانين المرور. طب انا لو ما عملتش الكلام ده هدخل السجن، عملت حادثه على الطريق قتلت حد هتسجن، عديت السرعه هتغرم هدفع غرامه، انا ما لبستش اليونيفورم المدرس هيعاقبني، هاخد استدعاء ولي امر هتفصل من المدرسه، بابا بيديني امر طب انا ما عملتوش هتعاقب عليه. يبقى دايما الاوبليجيشن او الالزام ده حاجه جايه لك من حد اعلى منك، حد معاه سلطه بيديك امر، حاجه لازم تعملها. طيب في الحاله دي يا مستر كلمه الزام قانون امر على طول هروح افكر في كلمه ماست. ماست دي معناها ايه؟ معناها يجب، ما بين قوسين كده لازم تعمل الحاجه دي. طب نفس الكلام يا مستر احنا قلنا الافعال كلها بتاعت النهارده وراها فعل في الايه؟ في المصدر، فهو عباره عن الفاعل ماست والايه؟ والمصدر. فانا لو عايز اقول لك دلوقتي يجب ان انت تتبع قوانين المرور، اقول لك ايه؟ اقول لك يو ماست فولو، يعني تتبع ذا ترافيك رولز، قوانين المرور. الكلام ده صعب. طيب لو انا عايز اقول لك دلوقتي لا يجب، عايزك تحفظ بقى كلمه ماسنت دي اللي معناها لا يجب دي ما بين قوسين بقى ممنوع، حاجه لو انت عملتها تتعاقب عليها. طب نفس الكلام هيجي وراها فعل في الايه؟ في المصدر. جميل؟ طيب فانا لو عايز اقول لك انت ممنوع تركن عربيتك هنا، لو انت ركنتها هتدفع غرامه، العربيه هتتكلبش، اقول لك الكلام ده ازاي؟ فاقول لك يو ماسنت، انت ممنوع بارك تركن يور كار هنا، عربيتك هنا. الكلام ده صعب. طيب لو انت بقى اللي جاي تسالني على قانون، فجاي تقول لي هل لازم انا اعمل كذا؟ فبرضه نفس الكلام، كلمه هل دي معناها ايه؟
هعمل ايه عشان اقول هل يجب؟ مص. يبقى انا هسال بكلمه مص، وبعد كده الفاعل، وبعد كده الفعل في الايه؟ في المصدر. دي معناها ايه؟ معناها هل يجب. فلو انا اللي جاي اسالك هقول لك هل لازم ان انا اتبع يعني قوانين المرور؟ اعمل العبيط فاقول لك must I، هل انا لازم follow the traffic rules؟ ده صعب، فهتقول لي yes you must او no you must. طيب حد باشا بقى فهمان كده يقول لي نجيبها ازاي في المجهول؟ يلا بينا. كل اللي احنا نعمله هنبدا بالمفعول، وبعد كده مصر هنعمل ايه؟ يا اما مصر يا اما مصر، واحنا بنزود بعدها ايه؟ بي والتصريف الكام؟ الثالث. طيب لو طلبت من اسلام يقول لي عايزين بدل ما كنت بقول لك يجب تتبع قوانين المرور، عايز اقول لك قوانين المرور يجب ان تتبع. يعني انت هتبدا بالايه؟ ذا ترافيك رولز. حلو، يلا بينا مع بعض. اهو ذا ترافيك رولز must بي التصريف الثالث من فولو ده منتظم ايه؟ ما سمعتش؟ صح كده، يبقى فولو بايو. الكلام ده صح؟ طيب يلا حاول كده خش لي قول لي دلوقتي عربيتك ما ينفعش او ممنوع تتركن هنا، تقول لي ايه؟ يور كار. حلو، بدأ بالمفعول اقول له هو يور كار. تمام. ماست. mustn't عشان ممنوع بنفي. احنا بنزود كلمة ايه؟ بي يبقى mustn't بي، والتصريف الثالث من كلمة بارك ده برضه منتصف، يبقى بارك here by you. ده صعب؟ في أي حاجة مش مفهومة؟ طيب تعالى نعرف بقى احنا بنستخدم أصلا كلمة must في ايه؟ طيب ما انت قلت لنا مستر بتعبر عن الإلزام، لا مش كده بس. أول حاجة إن هي بتعبر زي ما أنا قلت لك عن القوانين المكتوبة، القوانين العامة. يعني إيه يا مستر القوانين العامة؟ يعني قوانين المدرسة، قوانين الشغل، قوانين المرور. حاجة لازم أعملها غصب عني، ما عملتهاش هتعاقب عليها. طالما في عقاب ماست وماست. ده صعب. طب خلي بالك لازم ابقى فاهم ان كلمه قانون بالانجليزي يعني لو. ليه يا مستر؟ لانه ساعات لو هو عاوز يتفزلك عليا في الامتحان ما يجيبليش ان انا اصلا احط ماست وماست، ده يجيب لي الجمله اساسا فيها ماست وماست. يعني ايه؟ يعني يجي يقول لك مثلا ما بين قوسين يو ماسنت بارك يور كار هير، كاتب لك الجمله كامله ما بين قوسين، ويقول لك اتس نقط، هي اللي قدامك دي ايه؟ فانت تروح تقول له اتس الو، اللي قدامي ده قانون. ماست وماسنت مع القوانين، يبقى انا فاهم ان كلمه لو معناها قانون، وكلمه رول معناها قاعده برضه معناها قانون. جميل؟ يبقى لقيت عندي كلمه لو او كلمه رول ابقى فاهم ان دول معناهم قاعده او قانون. كلام صعب. طب تاني حاجه مستر بقى بيعبر لي عنها ماست وماسنت تيجي مع اي ووي عشان تعبر عن حاجه اسمها الزام داخلي. يعني ايه يا مستر الزام داخلي؟ ما بين قوسين كده حاجه نابعه من ضميرك الشخصي. الله، مش فاهم منك حاجه، ازاي بتقول لي ان هو قانون وبتقول لي ضمير؟ لو حضرتك استخدمت كلمه لما اجي ادي لك امر قانون، انا اللي معايا السلطه بكلمك انت، فبقول لك لازم تتبع قوانين المرور، ما ينفعش تركن عربيتك هنا. تمام؟ انا اللي معايا السلطه وبديك الامر. لكن لما انت بقى اللي تتكلم وتقول لي اي ماست، يبقى الحاجه دي ما فيهاش قانون ما فيهاش عقاب. امال ايه؟ حاجه انت من جواك بتقول انا لازم اعمل كذا عشان ارضي ضميري. يعني ايه؟ بقول لك عيد الام الواحد لازم يكون ممتن، يبقى انا لازم اجيب هديه لماما في عيد الام. احنا لازم نصلي عشان ربنا يرضى عننا. احنا لازم نذاكر عشان الامتحان قرب. فطالما دلوقتي بتكلم على الحاجه انا اللي بقول انا لازم اعمل كذا، احنا لازم نعمل كذا مع اي وي، ده كده اسمه ايه؟ ضمير شخصي او الزام داخلي. ده صعب. في حاجه مش مفهومه؟ طيب خلي بالك بقى برضه نفس الكلام، لازم ابقى عارف ان كلمه الزام داخلي او ضمير شخصي بالانجليزي اسمها personal desire، الرغبه الشخصيه. جميل؟ الكلام ده صعب. في حاجه لحد هنا مش مفهومه؟ طيب خلي بالك انت بتستخدم كلمه ماست وماسنت عشان تعبر عن حاجتين مهمين، الدعوه القويه والنصيحه القويه. واحدة لازم تبقى عارف ان كلمة دعوة حارة او دعوة قوية دي بالانجليزي بيتقال عليها warm invitation.
يعني ايه يا مستر وورم انفيتيشن؟ يعني دعوه حاره. لما تيجي تدعي حد بقلب قوي تقول له انت لازم تيجي تزور مصر بعد الشر عليك، انت لازم ان انت تيجي تتعشى معايا النهارده، جميل؟ فانا دلوقتي لو انا عايز اكد على ان الدعوه دي دعوه حاره هستخدم معاها كلمه مصر. كلام صعب. يبقى في حاله الدعوه الحاره ان انا بدعوك بقلب هستخدم كلمه ايه؟ مصر. طيب النصيحه القويه، احنا اتفقنا مع بعض كلمه نصيحه قويه بالانجليزي يعني سترونج ادفايس. اتفقنا من شويه ان انا لو جيت اعبر عن النصيحه هستخدم شود وشود. طيب النصيحه اللي بتكون جايه لي من حد خايف عليا، من بابا وماما، من دكتور السنان اللي بيقول لي انت ممنوع تاكل شوكولاته، سنانك كلها سوست، جميل؟ فانت ممنوع تاكل شوكولاته تاني، فده مش هيقول لك شود. الدكتور هنا ما بيدكش نصيحه، ده انت لو رحت له واكل شوكولاته تاني هيضربه، جميل؟ ففي الحاله دي هيستخدم معاك ايه؟ مصر ومصر. تمام؟ يبقى انا عشان اعبر عن الفرق ما بين النصيحه العاديه اللي ما بين واحد صاحبي وواحد شافني في الشارع، انا واقف على الكوبري ولقاني هنط في النيل، فبيقول لي ايه؟ ما تنفعش ان انت تنط في النيل، وقام جاي سايبني وماشي، فدي كده نصيحه عاديه. لكن لو بابا بقى لقاني انا واقف دلوقتي وهنتحر، مش هيقول لي بقى شد، هيقول لي مصر. جميل؟ بس انت لو عايز تنتحر انتحر. ماشي؟ ما تشغلش دماغك معايا. كده حاجه بائسه. لسه في واحد كان منتحر، سمعت عنه؟ الحمر. شفته ده؟ انا شفته. ده تقريبا في المنوفية صح؟ ايه؟ المنوفية والله ما اعرف. كان انت عارف بحبايبي هو كان طالع لايف تقريبا وهو بتاع كان بيحاسب. هو لما خدها قعد يحاسب. هو كان مربي دقنه فاتاخد قبض عليه. سمعت ان هو كان عنده صعب. فهو كان مريض نفسي اساسا وعنده ده كان مهم محمد سجيف عشان الحكومه. طيب شغلت. تالت حاجه سعادتك تعبر عنها، تعبر عن دعوه قويه او نصيحه قويه، او لو بتدي لحد تحذير تقول له ما ينفعش ان انت تعمل كذا او ممنوع ان انت تعمل كذا، برضه هستخدم معاه كلمه مصر ومصر. الرابعه والاخيره بقى لما تكون سعادتك عاوز تعبر عن اللوم، انت بتلوم شخص على شيء خاطئ فتجيبها له على هيئه سؤال. مش فاهم منك اي حاجه. يعني ايه؟ يعني سعادتك دلوقتي انا بشرح ولقيتك ماسك سندوتش وعمال تاكل، فجاي بقول لك هو انت لازم تاكل وانا بشرح؟ هو انت لازم تتكلم اثناء الحصه؟ فلو انا جاي الومك على حاجه انت بتعملها غلط هستخدم في الحاله دي كلمه ماست. فاقول لك المثال اللي احنا قلناه دلوقتي، هقول لك ماست يو، هل لازم ان انت ايت تاكل while اثناء I am explaining اثناء ما انا بشرح؟ قدر يا عم البني ادم اللي بيشرح لك. الكلام ده صعب. طيب حته صغنطوطه خالص عايزين نكتبوها في الحته دي كده. صغنطوطه هنا صح؟ شويه تعبيرات كده ايه بتساوي مصمت. هم كل الافعال الناقصه بنفس التركيب صح؟ تركيب ازاي؟ بيجي بيجي وراها ايه يعني؟ يا اما مصدر يا بي والتصريف التالت. يعني الحته اللي احنا كتبناها دي هتيجي مع كله دلوقتي، بس انتوا فهمتوا دي؟ امسحوها امسحوها. يعني انا لو عايز اعمل جدول هكتب ديت واكتب استخداماتهم بس. لو عايز ايه؟ اعمل جدول مثلا، اعمل جدول خلاص انت عرفت الدنيا وعرفت ان بيجي وراها ايه؟ بيجي وراها يا اما مصدر لو الجمله معلوم، بي والتصريف الثالث لو الجمله مجهول، ولو احنا في الماضي يبقى هاف والتصريف الثالث. الاختلاف بس اللي هو الاستخدام، كل واحده لها استخدام معين. طيب انا دلوقتي جيت اكلمك فقلت لك you mustn't park your car here. انت ممنوع تركب عربيتك هنا. بس انت الاسلوب ده مش عاجبك، انت عاوز تستخدم اسلوب تاني نسوي بيه كلمه مصر. نعمل ايه بقى؟ لو سعادتك دلوقتي لقيت الجمله بقى عندك بكلمه اتس، فممكن اقول لك اتس not allowed او it's not permitted او not legal او illegal او against the law او زهقتوا ولا نكمل forbidden وباند وبروهيبتد.
شويه الكلمات اللي قدام سعادتك دي كلها بتساوي كلمه مصدر. لما اقول لحضرتك اتس نوت الاود او نوت بيرميتد، الاثنين دول معناهم غير مسموح. كلمه نوت ليجال والليجال الاثنين دول معناهم غير قانوني. كلمه اجينست ذا لو يعني ضد القانون. كلمه فوربيدن وباند وبروهيبتد الثلاثه دول معناهم محظور او ممنوع. فلو انا دلوقتي عايز اقول لك من الممنوع من المحظور ان انت تركن هنا، كل الكلام ده بيجي وراه طول المصدر. فبدل ما كنت بقول لك يو mustn't park your car here، ممكن استخدم اي حاجه من دول وبعد كده to park your car here. ده صعب. يبقى انا دلوقتي بدل ما كنت بقول لك يو mustn't park your car here، ممكن اقول لك اتس نوت allowed غير مسموح، اتس نوت permitted غير مسموح to park your car here، اتس illegal غير قانوني to park your car here، اتس against the law ضد القانون to park your car here، اتس forbidden اتس banned اتس prohibited to park your car here. الكلام ده صعب. طيب ممكن يلخبطك في ايه بقى؟ لو حضرتك دلوقتي لقيت عندك جملتين حلو كده، ولقيتني دلوقتي كاتب لك نفس المثال وعامل لك النقط مكان كلمه مصدر، من غير ما تفكر لو لقيت الجمله الثانيه فيها اي كلمه من دول يبقى على طول وانا مغمض اروح اختار كلمه ايه؟ مصدر. تاني الكلمات دي كلها بتساوي كلمه مصدر. فممكن دلوقتي اجيبها لك بطريقتين، يا اما اجيب لك الجمله الاولى اقول لك يو نقط بارك يور كار هير، واجي في الجمله الثانيه اقول لك اتس ايه؟ نوت الاود، اتس نوت بريميتد، اتس نوت ليجال، اتس الليجال، اي حاجه من دول. يبقى انا عرفت ان دول بيساوي كلمه ايه؟ مصدر. فراح اختار مصدر. او المثال الثاني ان انا اقول لك اتس نوت الاود او اي حاجه من دول واجيب لك نقط، فتروح تختار اللي فيها تو بارك يور كار هير. ده صعب. طيب خلي بالك بقى فين اللخبطه اللي انت بتقول لي عليها؟ لو انا لقيت بقى المثال عندي بادئ بشخص بني ادم وليكن مثلا يو انت، وجاي بعديه بقى ام او از او ار، فطبعا يو هيجي معاه ار. حلو كده؟ خلي بالك بقى من الحته دي. لو انت لقيت جاي بعدها نوت الاود ونوت بيرميتد الاثنين دول، فدول كده وراهم تو المصدر عادي جدا. امال ايه؟ لو انت بقى لقيت وراهم فوربيدن باند بروهيبتد اي حاجه من الثلاثه اللي كانوا فوق دولت، ركز في الحته دي وراها فروم واي ان جي. ما فهمتش منك اي حاجه. يعني ايه؟ واحده واحده. انا فوق لو انا قلت لك اتس فوربيدن او اتس باند او اتس بروهيبتد اللي بدا باتس وراها تو ليه؟ والمصدر. فلما اقول لك اتس فوربيدن تو بارك يور كار هير، لكن نفس المثال لو كان بادئ بيو ار، فانا قلت لك يو ار فوربيدن يبقى فروم باركينج، انت ممنوع من الركنه. هنا كان من الممنوع ان تركن تو بارك، لكن انت ممنوع من ركنه العربيه. دي صعبه. يبقى لو الجمله بدأ بيو ار وراها فروم اي ان جي، لكن لو الجمله بدأ بإيت از وراها تو المصدر. ده صعب. الكلام ده مع الثلاثه دول بس. طب اي حاجه من الباقيين دول سواء بدأت بإيتس او بدأت بيو ار وراها تو الايه؟ والمصدر. الكلام صعب. الحته دي مهمه جدا وبتلخبط كتير. فهمتها؟ في حاجه هنا مش مفهومه؟ طيب حد يعرف يفرق لي اخر حاجه في كلمه ماست عشان نعلم عليها؟ حد يعرف ايه الفرق ما بين لو انا قلت لك ايه ماست ولو انا قلت لك ماست بس؟ حد يعرف يستنتجها لي؟ الو؟ دي حاجه بعينها اصلا. ايه؟ مصر دي حاجه ايه بعينها. الفرق؟ ايه الفرق ما بين ايه ماست وما بين ماست؟ يعني دي ايه ودي ايه؟ هو دي معناها ايه ودي معناها ايه؟ شوف انت عايز تقول انا. هي الايه دي بتاعت ايه؟ دي قبل ايه؟ اسم. قبل الاسم، يبقى اصبح ان ايه ماست دي اسم. لكن ماست اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول خالص دي فعل. ايه ماست دي اسم معناها ضروره. لكن ماست فعل دي معناها يجب. طب يا عم هو انت بتقولها لي ليه؟ هتختلف معايا؟ هتختلف معايا. في ايه بقى؟ لو انا لقيتني بقول لك فاعل اللي هو يو ماست، فدي وراها فعل في المصدر. لكن ايه ماست بيجي قبلها اتس، فاقول لك اتس ا ماست تو المصدر. واحده واحده.
لو انا بقول لك انت يجب عليك فهقول لك يو ماست وليكن فولو ذا ترافيك رولز، يجب ان انت تتبع ايه؟ قانون المرور. لكن لو انا قلت لك اتس ا ماست يبقى من الضروره ان تتبع، يبقى تو فولو. ده صعب. يبقى كلمه ماست لوحدها وراها مصدر. ا ماست تو المصدر. حرف اهو يشقلل لك الجمله. صح؟ ا ماست وراها تو المصدر، ماست بس وراها مصدر. الكلام ده صعب. في حاجه لحد هنا مش مفهومه؟ مستمتعين ولا مش مستمتعين؟ درس تقيل؟ مش تقيل؟ على فكره الكلام كله عايز حفظ. تعالى نشطب على كلمه مصر. طيب تعالى بقى نمسح مصر ونكتب الباقي. اقول لكم على مفاجاه. ما بلاش عشان انا تعبت من المفاجآت. يا عم ده مفاجاه حلوه. ايه؟ وانتوا بتذاكروا الدرس ده ارجعوا للفيديو وذاكروا من الشرح ده عشان الثلاث ارباع اللي انا بقوله ده مش هتلاقيه مكتوب في الكتاب. تا 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 تا. قلت لك انا اتخيل المفاجآت ماشي. يعني وانت بتذاكر هتلاقيه عامل لك ايه؟ ان مصر دي وراها مصدر ومصر انت وراها مصدر، ولو في المجهول بي والتصريف التاني. لكن هيجي في الامتحان يقوم جاي تشيك سؤال طالع كتير. اللي هو عايز يسقطك هيتضايق. يا عم مش عايز السؤال، مفيش حد في الدنيا عايز السؤال يعني. يا عم انت هتعمل لنا ايه لو احنا انا قلت نجحت يعني؟ بس اللي بيذاكر واللي بيتقي ربنا واللي بيعمل اللي عليه وبيرضي ضميره اللي هو عشان يعرف ينام بالليل وبيحفظ الكلمتين وبيذاكر الجرامر. عملت الواجب؟ رد عليا مره وقول لي قول لي عملت الواجب والله؟ عملت الواجب انا؟ مسكت الكتاب من الاول بقى. ايه؟ مسكت الكتاب من الاول عشان خلصت قد ايه طيب انت؟ لا خلصت كمية كبيرة. يعني لحقت فوق؟ الكميه الكبيره دي في نص توب. لا لا ايه؟ يعني لا ما إيه؟ وصلتش لفوق. يعني اخر حاجه وصلت لها ايه؟ مش عارفة. بس انا مسكت الكتاب من الاول خالص. كده. حفظت كلمات يعني؟ وانت هاجر؟ لا؟ صريح على الوضع ما شاء الله عليك. ولا اي حاجه؟ لا انا بحفظ كلمات بس لسه ما حلتش. ما حلتيش على الكلمات اللي بتحفظيها؟ ازاي طيب؟ بحفظ من الاول بعد كده هتحفظي المنهج كله بعد كده انت بقى؟ ما اللي بنحفظه بنحل عليها اهو. اقتنع باللي انت بتقوليه؟ لا والله. بالنسبه للاستاذ نص ساعة. لا انت ما هو ده دفع عليك الدنيا ده في الباي باي والله العظيم. انا شخصيا مش فارق معايا. تمام كمل كمل. انت ايه الدنيا؟ يعني ايه تمام؟ حلو. افهم ايه طيب؟ ايه؟ شغال. يعني ايه شغال؟ متقلقش. انا بسمع الكلمه دي هنا بقلق والله العظيم بقلق. اوقف ولا ايه؟ لا يا عم ما توقفش. توكلنا على الله. والاستاذ وش الكتاب. ايه؟ ما اعرفش الكتاب اللي انت رجعني الكتاب اللي كان معاك. لا ما رجعتش بس انا برجع بتفرج فيديوهات وبلخصها. بجد انا؟ بجد والله بتقعد تتفرج عليها تاني؟ لا انا مش بعرف اتفرج عليها تاني في انت بيجيلك قلب تسمعني مرتين؟ ولو في واحده ثالثه هتسمع. ده انت احسن من امي يا جدع. تتكلم معايا ساعتين اصل في حاجات ما خدتهاش معاها. ايه؟ ما خدتهاش. فبتراجع الفيديوهات القديمه. براجع الفيديوهات القديمه بالمره اهو يلا الجديده موجوده وممكن انساها في الموضوع بالمره الخاصه. انت بتقول ايه اللي موجوده؟ الجديده برضه موجوده في اللي هو انتوا الخاص. المفروض كده كان عندكم اجازه اللي هي بتاعت نص السنه دي خلصتوها؟ لا كده. رجعت تاني. انتوا عديتوا بقى الاجازه مش فيها حاجه. عملت فيها حاجه اسمها الاجازه دي؟ رحت الشغل. الله ينور عليك ما شاء الله. اهم حاجه الشغل في الدنيا احنا. انت ما عملتش اي حاجه جنب الشغل؟ حليت نص نص الواجب بتاع الكلمات. نص الواجب بتاع الكلام بتاع المره اللي فاتت. طب انتوا المفروض كان عندكم امتحان ذاكرتوا له؟ لأنها خلاص. بقى في الماضي خلاص. وقت الامتحان بقى لما كان الامتحان ده حاضر ذاكرت له؟ بس أنا اتفرجت على 3 ساعات من الفيديو. هو انت عايز نعمل 3 ساعات مش دول؟ فاهم الصراحه. طب 3 ساعات دول كان جرامر. الكلمات بقى مش بتحفظ كلمات؟ عارف. امتى يا ابني؟
احنا هنفضل طول السنه نقول مش هنحفظ كلمات. شغال والله، هو قال ما تعرفش. انا عايز التهزيء ده يطلع عشان لو في حد اونلاين يتهزق معانا. ما تذاكر يا ابني، احفظوا كلمات. تعرف شو انا لسه اشوف العيال اللي بتتفرج عليها اونلاين، انا كنت ما عايز تلاقيش حد دلوقتي. شوف ناس بتتكرم وبتاع انا كنت عايز وقف. وقف ماشي. استنى شغال؟ لا وقف تاني. طيب احنا النهارده كده اتكلمنا على كلمه شد وعلى مصر، على النصيحه وعلى الالزام. المره الجايه ان شاء الله نكملوا الباقي. ما تهدى يا ابني لسه ما خلصتش. ماشي. كمل ان شاء الله المره الجايه يونت 4. اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع اللي بعد الجاي عشان الاسبوع الجاي اجازه. يلا.